في إطار الاحتفالات الشعب المغربي بالذكرى 49 للمسيرة الخضراء، تنظم غرفة الصناعة التقليدية لجهة الساقية الحمراء معرض جهوي بمدينة السمارة. وهذا المعرض يعني عنده نتائج إيجابية على الصناعة التقليدية من أجل تسويق المنتوج، ترويج المنتوج، وكذلك تبادل الخبرات ما بين الصناع جنوب والشمال المملكة. يعني هذا المعرض كي شفتوه افتتاح ديالو في خطة 3 أيام ريكتيا، وهذا افتتاح رسمي إن شاء الله اليوم من طرف سيد العام والوفد المرافق، يعني يعطي واحد دفعة قوية بالنسبة لإقليم السمارة والتعريف مدينة السمارة كيف تعرفوا كاملين. وهذا يدخل في إطار برنامج ديال الغرفة السنوي المنظم اللي تطلب الغرفة، يدخل مجموعة من المعارض اللي نظمتها الغرفة كيف العيون كيف وجدور، وهذا كذلك المعرض الثالث في مدينة السمارة. وجينا اليوم كذلك بهذا الجولة كذلك من أجل تسويق المنتوج المحلي بهذا الصناعة المحلية. احنا اليوم في اطار افتتاح ديال هذا المعرض، هو معرض منظم من طرف الغرفه ورسمي سنويا بهذه الذكرى، ويكون هناك برنامج ثاني كذلك ان شاء الله مقبلين عليه في السنه ان شاء الله 25 يكون معارض ان شاء الله اللي تنظم الغرفه على في اقليم السماره وبوجدور وفي طرفه والعين وكذلك خارج الجهه. لماذا نبغى ان شاء الله ننظم معارض دوليه ان شاء الله؟ هذا هو البرنامج عند الغرفه ان شاء الله تطمح له. بسم الله الرحمن الرحيم. علي البيدال، رئيس لجنه المعارض غرفه الصناعه التقليديه لعيون الساقيه الحمراء. احنا بالذكرى 49 المسيرة الخضراء نظمت غرفه الصناعه التقليديه مجموعه من المعارض، كانت في العيون وكانت في اللي كانت تميزت بزياره سيد الوزير ديال الصناعه التقليديه مشكور، وكانت كذلك بوجدور اللي هو كان الحمد لله تزامن مع الملتقى ديال مهرجان بوجدور. وحنا مولي هنا في السماره ارتئينا باش نديروا هذا المعرض فهذه المساهمه باش الصناعه التقليديه يبرزوا المنتوجات ديالهم وتعرفوا على صناع ثاني اللي جاي من اقاليم اخرى كجهه سوس وجهه مراكش وجهه بني ملال. والحمد لله نتمنى من الزوار انهم يجوهم ويزوروهم ويشجعوهم. السلام عليكم. رقيبي السويلمة، صانعة خيام. عندي دبلوم ديال الشارة الوطنية، جاية من اقليم بوجدور نمثلو في السمارة. صرني انا محبة للسمارة ونبقي المعارض فيها، معرض زين فتبارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حصلوا علينا باقي من الاحساء وذا كابل ما شاء الله زين فتبارك الله، والناس العارضة كابل عارضة لا شي زين، وهذا زين فتيلا والراقي. وبسم الله الرحمن الرحيم علينا وعليكم وعلى المسلمين. السلام عليكم. جماعة باها رئيس التعاونية بوادي الخير، حاضرين في هذا المعرض تنظموا الغرفة الصناعة التقليدية وجهة العيون الساقية الحمراء، وتبارك الله ما شاء الله عليه إقبال ما شاء الله زين ما شاء الله فتيلا، والله يسخر الأمور إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. معكم لبنى حربيلي، مسيرة تعاونية حربيلي مود للزي التقليدي من جهة سوس مسا. والحمد لله هذه احنا اليوم جينا نشاركوا هنايا في مدينة السمارة في المعرض ديال الصناعة التقليدية المنظم من طرف الغرفة الصناعة التقليدية لجهة العيون الساقية الحمراء. والحمد لله هذه ماشي اول مشاركه، هذه المشاركه السادسه تقريبا لينا هنايا في هذا المعرض اللي كنكونوا جد سعداء بالقدوم ديالنا ليه. والحمد لله تنظيم محكم وتلقاو راحتنا الحمد لله، وكان اقبال كبير من عند الساكنه، ونتمناو الساكنه ان شاء الله تزورنا. اليوم ان شاء الله كنحتفلوا بواحد ذكرى المسيره الخضراء المظفرة موازاة لهذا العيد المبارك السعيد. غرفة الصناعة التقليدية جهة الساقية الحمراء نظمت عدة معارض، ومن بين هذا المعرض تاع اقليم السمارة اللي الحمد لله عطى واحد الصدى كبير في الاقليم، وكذلك عطى صدى كبير على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء. ونشكروا الناس تاع غرفة الصناعة التقليدية جهة الساقية الحمراء على تنظيمها لعدة معارض موازاة مع المسيرة الخضراء. وكذلك نشكر والي جهة العيون الساقية الحمراء، وكذلك عامل اقليم السمارة على كرم الضيافة، وكذلك على الحفوات الاستقبال. فكما تشوفوا هنا عدة منتوجات صناعية لهذا المعرض. هذا الا بنا نقولوا ماشي هو جهوي بل هو وطني، لان تتواجد في عده جهات، منهم جهه سوس مع الصادرعه، جهه مراكش اسفي، جهه اكادير كذلك. فهذا تيبان بانه ماشي جهوي بل هو وطني، وكذلك فرصه لتبادل الخبره ما بين الصناع التقليديين في شتى المجالات تاع الصناعه التقليديه.
مجال النقره، في مجال الزربيه، في مجال الحياكه، في مجال النحاس، وكذلك مجال النجاره. فهذا فرصه للتعارف وتقاسم الخبرات بين الصناع التقليديين. تنشكر كذلك كل الساهرين على هذا الحفل الكبير، وكذلك على هذا التاريخ اللي هو تاريخ الساقية الحمراء. كرم العمل وكرم الناس كامله.